السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك بيفوز بالسوبر الأفريقي بعد ما فاز على الغريم التقليدي النادي الأهلي في مباراة قدم فيها الزمالك أروع مبارياته في الديربي مع النادي الأهلي، تسيد فيها 90% من إجمالي المباراة. بطولة فرق كتير مع الزمالك، اديته استقرار إداري، استقرار فني، استقرار مالي بعد الفوز بحوالي 2 مليون دولار. كده حافظت على الجهاز الفني. انت لو خسرت كنت دخلت في نفق مظلم، كنت بقى تلاقي مشاكل الإدارية، هجوم من الجمهور على الإدارة، هجوم من الإعلام عليك على فرقتك، هجوم على اللعيبة، لعيبة عايزة تمشي، جهاز فني عايز هيمشي، مش عارف ايه. فانت البطولة دي أنقذتك من نفق مظلم كنت هتخش فيها، هتقعد في سنين عشان تبدأ تفوق منها. بطولة جت في وقتها، بطولة الزمالك استحقها من الأداء اللي شفناه في الملعب، ومن القتال ومن الروح والعزيمة من اللعيبة ومن الجهاز الفني، ومن الهدوء اللي وفره لمجلس إدارة للفريق. خوزيه جوميز انتقدناه قبل الماتش، قدم بص وقدم فنيات وقدم كل مميزات كرة القدم في المباراة ديت، لدرجة إن أنت وأنت مغلوب عندك إحساس قوي، كل الزمالكاويه عندهم إحساس قوي إن الزمالك راجع. الأهلاوية خايفين، حتى باعتراف الاهلاويه ان الاهلي ما جاش المباراه دي خالص. هم هيقولوا الاهلي وحش، لا هو الاهلي مش وحش، هو الفكر اللي اشتغل بيه خوزيه جوميز مع التزام اللعيبه في الملعب، مع الاداء والرجوله والفنيات والتكتيكات والسيناريوهات اللي اتعملت في الملعب من خوزيه جوميز اللي فاجئ بيها كولر. تمام، اللي هو بقى واقف تحس ان هو مشلول فكريا قدام اللي بيحصل في الملعب. هو مبقاش عارف، حتى اللعيبه بقت تاهت منه في الملعب من التحركات والاداء والتكتيكات والاستراتيجيات اللي لعب بيها خوزيه جوميز في الماتش دوت. الاستحواذ كان لصالح الزمالك حوالي 58%، التمريرات لصالح الزمالك لدرجه ان الاهلي ما جاتلوش ولا ضربه ركنيه، زيرو ضربات ركنيه. الهجمات لصالح نادي الزمالك، الخطوره لصالح نادي الزمالك. اذا الزمالك تفوق على كل شيء على الاهلي في المباراه ديت بفضل ربنا اولا، ثم التفكير والتكتيك والاعداد للمباراه نفسيا وفنيا وبدنيا من جانب خوزيه جوميز. نخش في الفنيات. خوزيه جوميز كالعاده بتاعته هو استراتيجيه محافظ عليها، محافظ على الاداء، محافظ على الشكل، محافظ على الاسلوب والتكتيك والاستراتيجيه اللي هو معتمد عليها. بدا بخطته اللي هي 4 2 3 1. بدأ بمحمد عواد بعد إصابة محمد صبحي كحارس مرمى، قدامه اتنين سنتر باكات، رجع حسام مجيد مكان مصطفى الزناري وجنبه المسلوسي. فاجئنا بدخول بنتايك، أنا كنت متوقع محمد حمدي أو عمر جابر هيطلع هيبقى زي ما هو، لا هو دخل بنتايك. طبعا الإشاعات اللي كانت طالعة على بنتايك، دخل بنتايك كان من نجوم المباراة باك ليفت. عمر جابر باك رايت. قدام مركز ستة نبيل عماد دونجا. مركز تمانية عبد الله السعيد. قدام مركز عشرة ناصر ماهر يمين وينج رايت، أحمد سيد زيزو شمال وينج ليفت مصطفى شلبي، مع مهاجم صريح سيف الدين الجزيري. كعادة خوزيه جوميز في مبارياته عامة يعني، هو بيحب نظام بناء هجمة منظمة، بيلد اب من خلف الامام، من اول، حتى من اول عند عواد، من عند حارس مرمى. انا مش هطفش، انا هلعب كرة. حتى والاهلي ضاغط، حتى والاهلي كان بيلعب ان انت كان عندك نقطة ضعف ان حسام المجيد لما بيضغط عليه بيغلط وبيتقطع منه الكورة وبيعمل هجمات على الفرقة. فالاهلي لما لعب على حسام مجيد كان يضغط على حسام مجيد، لا هو يعني هو اشتغل مع حسام مجيد الفتره اللي هي اللي قبل الماتش ديت، وحسام مجيد اشتغل على نفسه لدرجه ان اكتر الهجمات المنظمه اللي طلعت من خلف الامام عن طريق حسام مجيد. حسام مجيد ما فيش غير غلطتين او غلطه، تمام، في الطلوع بالكوره. كل كوره اللي طالعه سليمه لزميل، عمل بينيات كتير، باصة لفان باصة مثلا. حسام مجيد كان مفتاح لعب في الهجمه المنظمه اللي الزمالك كل جمهور الزمالك كان حاطط ايده على قلبه من اضطراب الكره عن طريق حسام مجيد، والاهلي كان عايز يشتغل على النقطه ديت ان هي كانت نقطه ضعف مثلا في نادي الزمالك. لا حسام مجيد تالق وعمل مباراه هايله. كان بيعمل ايه عمل سيناريوهات كتير قوي للطلوع بالكوره كهجمه منظمه. كان الاول بينزل تونجا جنب الاثنين مساكين، يطلع بالكوره معاهم، يقوم مدخل بنتايج
كباك ليفت يدخله مركز 6، يدخل معاه عمر جابر مركز 6، ينزل الوينجين سواء زيزو او مصطفى شلبي هم اللي ينزلوا كظاهرين شمال او يمين، يطلعوا عليها المساكين او اي من دونجا او مساكين لمصطفى شلبي. هو في لحظه دخول دونجا بن طايج وعمر جابر في قلب الملعب اصبح عندهم مساحه، لان كده كده الوينج ما راحش معاهم، فتلاقي ايه القايم بدور 6 او دور 8 بن طايج مره، او في الغالب عامه بن طايج هو كان عامل مباراه هايله برضك، وعمر جابر، وبيزق عبد الله السعيد وناصر ماهر ياخد الاثنين 6 سواء مروان عطيه او اكرم توفيق، ياخدهم لغايه منطقه جزاء النادي الاهلي. فالمساحه كبيره، شفنا انطلاقات كتير لبنتايج، بيضطر ان انت مروان عطيه او اكرم توفيق ان هم يسيبوا مكانهم، يسيبوا عبد الله السعيد، يسيبوا ناصر ماهر، يخشوا يروحوا لبنتايج عمل معاه كذا فاول، يروحوا لعمر جابر، ايا كان مين طالع بالكوره. ده اسلوب طلوع من هجمه منظمه من اساليب خوزيه جوميز. النقطه الثانيه في طلوع بالكوره، انه بينزل عبد الله السعيد وناصر ماهر الاثنين مركز 8 قدام دونجا، وهو بيخلي بقى الباكين في مكانهم، باكات شمال وباكات يمين مع مصطفى شلبي، بيدخل احمد سيد زيزو في مركز 10، وتلاقي الكور بينيه اللي هي ضربه الخطوط. فهو كده كده مع عبد الله وناصر ماهر لما نزل خدوا معاهم مروان عطيه واكرم توفيق. دخول احمد سيد زيزو في قلب الملعب مركز 10، يحيى عطا الله واقف في مكانه سايبه. احمد سيد زيزو اكتر من كوره استلم في مركز 10. لو في حالته برضك احمد سيد زيزو كان من نجوم وراه، بس برضك لو كان في حالته من كام كوره من اللي جات له ديت كان ممكن يعمل شغل، والزمالك يتقدم بدري بدري بكور اتلعبت اكتر من مره لاحمد سيد زيزو في العمق، بينيات بيضرب بيها خط نص النادي الاهلي، وبيروح احمد سيد زيزو بيبقى مواجه لدفاع الاهلي مع سيف الدين الجزيري. تالت نقطه، ان انت يا اما ايه عبد الله السعيد نازل مركز 8، واحمد سيد زيزو وناصر ماهر اتنين مركز 10. ناصر ماهر يا اما مركز 8 واحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد مركز 10، يا اما ناصر ماهر هو اللي مركز 8 ويخش عبد الله السعيد وناصر ماهر مركز 10 مكملين مع مع ناصر سيف الدين الجزيري في ال 18 كمهاجمين. اذا انت يلاقي الاهلي لما بيجي يمسك دونجا وعبد الله السعيد او ناصر ماهر، تلاقي احمد سيد نازل. لما دول كلهم يتمسكوا هتلاقي بنتايج وعمر جابر داخلين قلب الملعب، هم القايمين بدور بناء الهجمه من خلف الامام. دونجا برضك من اللعيبه اللي قدرت تطلع بالكره بطريقه سليمه معظم اوقات المباراه. حتى زي كمان لما نزل قام بالدور بتاع دونجا، ان هو كان بينزل بين قلبين الدفاع يطلع بالكره معاهم. زائد ان انت المباراة ديت من أفضل المباريات لمصطفى شلبي، رغم إن هو برضك كان مش في يومه، إن هو كان بيخش بعمق الملعب، كان بيفضي مساحات لبنتايج لما يكون على الخط، ويخش يكمل لغاية منطقة جزاء الأهلي ويعمل عرضيات. بنتايج كان أوقات وعمر جابر أوقات بنلاقيهم في مركز 10، بينزل عبد الله السعيد في كباك، بيخلي مصطفى شلبي وينج، أحمد سيد وينج، وعمر جابر برضك بيخش 10، وناصر ماهر هو نازل باك مكان الباك، وتلاقي هم مكملين مركز 10. اذا في تنويع في مراكز صناعه اللعب ومراكز طلوع الكوره من منطقه جزاء الزمالك لنص ملعب الاهلي. اوقات اللعيبه بتاعت الاهلي بتنساق ورا اللعيبه اللي هي المفروض براقباها، فبيتفتح مساحات في نص ملعب النادي الاهلي معظم وقت المباراه. لو فعلا استغلينا الحاله ديت، احنا كان الزمالك ممكن يخلص المباراه بدري بدري. زائد بقى ان هو برضك اعتمد على الكرات الطويله على الجزيري عشان سرعاته. هو بدأ المباراه باول لعبه كره طويله على الجزيري، شاف دماغ كولر، هو عارف ان كولر عارف ان هو يعتمد على الكره الطويله بتاعه الجزيري، فبدأ يأخر دفاع الاهلي رامي ربيعه وياسر ابراهيم عشان يعملوا عمق، عشان سرعات الجزيري فرق سرعات لصالح الجزيري لا عامله عمق. فخدوا بعضهم ورحلوا قدام ال 18 نادي الاهلي. فهو خوزيه جوميز هو كان عايز دي، ان هو يخلي كولر ان هو هيلعب على لعبه السرعات بتاعت الجزيري، اللي الزمالك على طول بيلعبها مع الجزيري قدام الاهلي وبايه، وبيكسب بيها على طول او بيجيب بيها اهداف على طول. لما سحب كده بدأ يخلي عبد الله في الاول، عبد الله وناصر ماهر ياخدوا الاثنين
مروان عطيه واكرم توفيق قدام منطقه جزاء برضك الاهلي، ساب المساحه اللي بين خط الوسط الهجومي للنادي الاهلي وخط الوسط الدفاعي للنادي الاهلي، مساحه فاضيه كبيره اتحرك فيها زيزو، اتحرك فيها بن طايج، اتحرك فيها عمر جابر، اتحرك فيها مصطفى شلبي. بقى عملوا زيادات من قلب الملعب، كانت ناقصه بس التوفيق وانهاء صح للهجمات اللي الزمالك كان بيوصل بيها عند منطقه جزاء النادي الاهلي. برضك من ضمن الهجمات طبعا اعتمد على العرضيات، بس اشتغل على العرضيات ايه، اغلب العرضيات اللي الزمالك لعبها عرضيات ارضيه على القريبه. هو عارف ان دفاع النادي الاهلي بيتميز بالاطوال والكرات الهوائيه، فمجرد ان انت تقعد تخش في حرب معاهم او معركه هوائيه بالكوره، اغلب الوقت هم الغلبه لدفاع النادي الاهلي. حتى الجون اللي الزمالك جابه عن طريق كره عرضيه ارضيه، عن طريق هي مشكله ان انت مين اللي يقطع عندك في القريبه. الجزيره ما بيقطعش على القريبه كتير، مفيش خط وسط هجومي او جناح هجومي يعرف يقطع على القريبه. بس ده فكر برضك ان انت فعلا ما عندكش مهاجم يعرف يلعب ضربات راس او كرات هوائيه، فهو اشتغل على الكرات العرضيه اللي هي نقطه ضعف في النادي الاهلي وبانت في اكتر من كوره. اذا خوزيه جوميز اشتغل شغل هجومي باكتر من طريقه. ده ميزه ان انت دلوقتي بقى عندك لعيبه بتعرف تطلع من ورا لقدام بالهجمه، تعرف تستلم وتسلم حتى تحت ضغط، وهو تحت ضغط صمم ان هو يطلع بهجمه منظمه، واللعب من لمسه واحده والتحركات واللامركزيه خلخلت دفاع النادي الاهلي. ودي ميزه خلت كولر بقى مشلول في الملعب، خلت جوميز بقى متفوق على كولر، وبقى راكب المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. حتى وانت متعادل انت كنت الافضل في التحركات والاستلام والتسليم، برضك بفضل اللياقه البدنيه. الزمالك عمل شغل هجومي على اعلى مستوى بفكر ووعي وتكتيك عالي. الشق الدفاعي الزمالك كان هايل جدا، لدرجه اغلب فرص الاهلي اللي هي القليله، يعني 3 4 فرص في المباراه او فرصتين، كلها تصويبات من بره ال 18، باستثناء مثلا الاختراق بتاع اكرم توفيق المره الوحيده اللي هو اخترق ووصل منطقه الجزاء اللي اتحسب فيها ضربه الجزاء. دي المره الوحيده اللي كان فيها اختراق لاي لاعب من النادي الاهلي. غير كده انت قافل على كل مفاتيح لاعب النادي الاهلي. خوزيه جوميز فاجئ الاهلي، بدل ما الاهلي هو اللي كان يعمل عليك ضغط عالي من بدايه المباراه، لا هو اللي عمل ضغط عالي على النادي الاهلي، بدا المبادره ضغطهم، قفل عليهم مساحات اللعب، بقى يعمل ضغط عالي، يعمل ضغط متوسط حسب ظروف ومكان الكرة في الملعب، بقى يعمل ضغط عكس ما الكرة تقطع بيسترد الكرة بسرعة. دي المرات القليلة جدا ان الزمالك في ماتشات الاهلي ان الكرة تقطع يبدأ يستردها تاني بسرعة، وبيعمل ضغط عكسي على النادي الاهلي. الارتداد الدفاعي، مجرد ان انت مثلا اتقطعت منك الكوره والكوره ما عرفتش تستخلصها كضغط عكسي وعدت منك، تلاقي ما شاء الله لعيبه الزمالك كلها راجع ارتداد دفاعي هايل زياده عاديه، ويرجعوا يقطعوا الكوره ويستردوها تاني. اذا انت كل انواع الضغط عملته وطبقته ونجحت فيه. عمل عزل بين خط دفاع النص الدفاعي للنادي الاهلي ونص الهجوم للنادي الاهلي، هتلاقي فيه مساحات كبيره مش لاقيين بعض. رصة لعيبه نادي الزمالك في نص الملعب، قافله كل مفاتيح اللعب بتاعت النادي الاهلي، قافله على الرؤيه، قافله على التمرير، لدرجه ان اغلب اوقات المباراه تلاقي لعيبه الاهلي بتضطر للعب الكور الطويله اللي هي لصالح حسام عبد المجيد وبن طايج والمسلوسي وعمر جابر. كل الكور بقت طويله لان هم مش لاقيين حلول في نص الملعب. الزمالك او جوميز عامل لهم كماشه، قافل على نص الملعب، عازل الجزء الامامي على الجزء الخلفي، فاصبح مفيش حلول كتير للنادي الاهلي. دي كانت ميزه ان انت خلاص بقى بيلعبوا كور طويله، فاديتك الاستحواذ بتسترد الكوره بسرعه. عمل حته الاهلي برضه كان بيطلع بالكوره بسهوله من نص ملعبهم. برضك اوقات كانت الكوره بيلعب ايه اللي هي نظام ايه، تمريرات وهو بكوره طويله مره واحده على الجناح العكسي، بقى مثبت ناصر ماهر مع مروان عطيه. اول ما تجيله الكوره تلاقي ناصر ماهر لازق له في اي مكان في اتجاه في نص ملعب الاهلي، هتلاقي ناصر ماهر لازق لمروان عطيه، فبقاش يستلم باريحيه، بقاش بيباصي باريحيه، بقى عنده صعوبه في الاستلام والتسليم. عبد الله السعيد مطرح ما اكرم توفيق موجود هتلاقي عبد الله السعيد قريب منه برضك، ما بيديلوش مساحه ان هو عارف يطلع نص ملعب نادي الزمالك. مفيش غير مره واحده بس اللي هو عدى من عبد الله السعيد، عبد الله السعيد تكاسل فيها اللي هي جايه منها ضربه الجزاء.
دي المره الوحيده اللي عدى من عبد الله السعيد. هتلاقي بص معظم الاوقات ان عبد الله السعيد وناصر ماهر الاثنين بيلعبوا مركز 8 او مركز 10، ضاغطين على الاثنين مركز 6 بتوع النادي الاهلي، مش مدينهم اريحيه ان هم يطلعوا بالكره من نص ملعب النادي الاهلي خالص. زائد بقى ان دونجا مع امام عاشور في كل حته في الملعب، زهقوا في الكوره. يخبطوا مره، ياخد منه الكوره مره، داشنج مره، مش عارف ايه. المهم ان امام عاشور ما خدش على ريحته، ما شمش نفسه، ما عرفش يتملك في الكوره يشوطها، ما عرفش، لدرجه ان هو خلاص خرج عن شعوره، وامام عاشور مبقاش موجود في الملعب. عمر جابر محسن الشحات وقف خطورته، بنتايج وقف خطوره بيرسي تاو. بالعكس ده بنتايج بيوقف خطوره وبيكمل هجوميا، لدرجه انه بقى يسحب بيرسي تاو معاه، بيرجعه كتير يرجع معاه دفاعيا. يعني عنده طلقات مميزه كده بنتايج. اذا في المجمل انت خوزيه جوميز تفوق على كولر في كل اوقات المباراه، سواء هجوميا او دفاعيا او تكتيكيا او فنيا او لياقه بدنيه او تجهيز نفسي وفني للمباراه. مبروك لجوميز. وغير طبعا التغييرات كانت في وقتها. التغييرات، انا يعني كنت بنتقد ان هو كوتشنج في المباراه قليل. لا، خلاص الماتش بيعدي، عم نازل اتنين مهاجمين، ناصر منسي وعمر الفرج. هتلاقي عمر الفرج حتى كان بينزل بيقوم بدور 10 ومهاجم 9 ونص ووينج يمين ووينج شمال، ويكمل كمهاجم تاني. قام بدور هايل عمر فرج. ناصر منسي نزل قام بدور هايل، بقى ضاغط على دفاع النادي الاهلي. طبعا دفاع الاهلي تعب، ناصر منسي استغل دوت وخطف كوره، خطف على القريبه، المره الوحيده اللي المهاجم خطف على القريبه جاب منها جون. اذا التغييرات سليمه، تغييرات في وقتها، تغييرات صح، بالدكه اللي موجوده معاك. يعني انت بالدكه اللي معاك التغييرات بتاعتك واقعيه وممتازه ومقبوله. فمبروك لجوميز على الاداره الهائله للمباراه ديت. اتمنى الاستمراريه، ما نجيش نلاقي ان انت بتعمل ماتشات هائله قدام الاهلي، تيجي قدام اي فرقه تانية نلاقي ايه، الدنيا بتعك مننا. احنا دي بدايه نبدا عليها، ونبدا نشتغل على الفتره الجايه مع شويه قدامات اللي هتكمل مع الفرقه الفتره اللي جايه. اللعيبه كلها رجاله، لعيبه كلها تستحق الاشاده. مفيش حد فيهم قصر، محدش فيهم بخل بنقطه عرق عشان المباراه ديت. طبعا ردا على التصريحات اللي كانت قبل المباراه والاحتفالات قبل المباراه ان الاهلي راح ياخد البطوله بسهوله. فاللعيبه ادت مباراه على اكمل ما يكون. بس انا هخص بالاشاده 4 لعيبه: محمد عواد رقم 1، حسام عبد المجيد رقم 2، ناصر منسي رقم 3، والوافد الجديد محمود بن طايق رقم 4. ليه اخترت دولت؟ كل لعيبه ممتازه وهايله ادل عليهم. طبعا انا مش هنقدر نغفل عبد الله السعيد ودوره بسنه، راجل اكتر واحد في الملعب استلم وسلم ومرر وعمل شكل وتوازن من نص ملعب الزمالك. ابدا بمحمد عواد، لان محمد عواد اتعرض لهجوم شرس من جمهور نادي الزمالك. جاي فتره من الفترات كان انخفض مستواه، كان سبب في كتير من اهداف وخسائر نادي الزمالك. فتعرض لهجوم من جماهير نادي الزمالك، لدرجه ان هو خلاص وصل لمرحله ان هو كان على وشك الرحيل من نادي الزمالك. لدرجه ان جمهور الزمالك كان فرحان ان هو ماشي. الراجل الاداره اشتغلت معاه ومضته وجدت له عقده، وكمل في نادي الزمالك واشتغل على نفسه. وكان من ضمن اسباب بعد ربنا ان هو يكون سبب في الفوز في بالسوبر الافريقي، لتصديه لاكثر من تسديده، ولتصديه لركله ترجيح من نادي من يحيى عطا الله، وكره تانيه كانت في القائم. فمن ضمن اسباب محمد عواد اي واحد مكانه كان ممكن يبقى نازل متوتر بعد فتره الغياب، لكن الراجل ده كان على قد المسؤوليه. فشكرا لمحمد عواد على المستوى اللي قدمه في السوبر الافريقي. حسام مجيد برضك نفس حوار محمد عواد، لدرجه ان في مره ماتش من الماتشات كان هو ومحمد عواد شبطوا مع بعض بسبب برضك سوء الاداء بينهم هما الاثنين. لدرجه ان جمهور الزمالك كان حاطط ايده على قلبه من حسام عبد المجيد، والضغط اللي هيبقى حسام عبد المجيد، وان الاهلي نازل يلعب على حسام عبد المجيد في بناء الهجمه، ان هو بيغلط، بيطلع كور غلط، بيتقطع منه كور كتير، بيباصي للمنافس الباصات بتاعته. لا، حسام عبد المجيد معظم الهجمات او اغلب هجمات نادي الزمالك اللي طالعه من خلف الامام كان عن طريق حسام عبد المجيد. بينياته كان بياخد الكوره ما بيطفش، بيعدي، بيباصي، عامل جبهه مع محمود بن طايق في الطلوع بالكوره بالهجمه المنظمه بتاعته.
غطى في اكتر من كوره، قطع كرات كتير سواء كرات هوائيه او كرات ارضيه. حسام مجيد كان من نجم من نجوم المباراه. يعني هو لو ناصر منسي ما كانش خد درجه المباراه، انا كنت مديها لمحمد عواد وحسام مجيد في المباراه ديت، مناصفه برضك مع كذا لاعب. فبرضك شكرا اسامه مجيد على الثبات الانفعالي والثبات الفني اللي كان في المباراه ده بعد الهجوم اللي اتهاجم من جمهور الزمالك بالذات. تالت واحد ناصر منسي، انا مشفق عليه. مهاجم كان بيضحك عليه، كان بيتنمر عليه من جمهور الزمالك ومن جمهور الاهلي ومن لعيب كان نازل، الناس بتتنمر عليه وبتضحك عليه ومقلله منه. يعني حتى يعني معلش، يعني معظم جمهور الزمالك لما شافوا التغييره ديت حط ايده على مين؟ ناصر ماسن الذي دوت. الراجل ده نزل قلب شكل الهجوم نادي الزمالك. يعني يعني لقينا مهاجم في الزمالك بيعرف يتعب القريبه، لقينا مهاجم في الزمالك بيعرف ياخد الكور العاليه من مدافعين النادي الاهلي. كان سبب في رجوع نادي الزمالك في النتيجه، احرز ركله ترجيح كانت حاسمه بعد ضياع ركله بتاعت يحيى عطا الله. فحسام ناصر منسي من ضمن برضك الاسباب اللي ربنا قدرها لينا ان احنا نلعب الزمالك يعرف نرجع المباراه ويفوز بالسوبر. شكرا لناصر منسي، وتستحق برضك جائزه رجل المباراه. اللعيب المفاجئ بالنسبه لي محمود بن طايق. طلع عليه اشاعات ان خوزيه جوميز مش مقتنع بيه ومشوه ورجعوه، انا مش عايزه. تخيل لاعب ينزل ماتش السوبر الافريقي مع النادي الاهلي في حضور كوكبه من النجوم، العالم كله بيتفرج عليك، وماتش مصيري، وتعمل الاداء دوت. اداء فوق الهايل كاول مباراه، مفيش انسجام، وبقالك كتير ما لمستش كوره، وان انت تظهر بالشكل ده دفاعيا وهجوميا ولياقه وحضور ذهني. فانت ان انت بنسبه 85 90% انت عامل مباراه فوق الممتازه. تحركاتك، جرأتك، مرورك بالكوره، تمريرك طلع بالكوره، بناء الهجمه، كنت اوقات انت اللي بتطلع الفرقه. لا انت، احنا دلوقتي لو مع استمراريه في الاداء دوت، مع النسق يبدا يعلى واحده واحده، والانسجام الاكتر مع الفرقه، مع اتمنى يبقى في وينج قدامه يعرف يشغله، لان هو عنده سرعات، عنده انطلاقات، عنده جرأة ان هو بيكمل في ال 18 بتاع الفرقه، وفي شفناه في اكتر من كوره بيكمل في ال 18 بتاعت الخصم. لا انت قدام باك شمال هيبقى من افضل الباكات الشمال في اخر 15 20 سنه دخلت نادي الزمالك بعد طارق السيد طبعا. لو مع فتوح ربنا يرجعه للملعب تاني بالسلامه ان شاء الله، لا انت هيبقى معاك جبهه شمال ومعاك محمد حمدي. لا بنت طيب برضك من الصفقات الممتازه. انا كنت مشفق عليه، انا كنت حاطط في دماغي ان انا كنت بتكلم ان ممكن في التشكيل احط محمد حمدي عشان الاجواء، هو عارف الاجواء المصريه وعارف الدربيات، واخد على الاجواء زي لعيب بتاع منتخب اولمبي، فالاقرب يبقى محمد حمدي. لو هو مش هيحط عمر جابر باك شمال احط محمد حمدي، لا هو حط بن طايف. وكانت مفاجاه لينا، ويعتبر برضك من افضل لعيبه نادي الزمالك في المباراه. كان برضك لو راح لقيت له جائزه افضل لاعب في المباراه كان يستحقها. مبروك نادي الزمالك، مبروك إدارة نادي الزمالك، مبروك للجمهور، مبروك للعيبة. دي بداية نشتغل عليها. احنا دلوقتي في فترة استقرار، القلق وصل للناحية التانية وعدم الاستقرار وصل للناحية التانية. أتمنى احنا بقى هدوء، نشتغل صح، نبني صح، نبتدي. دي بداية، واحنا هنلعب على كذا بطولة. احنا ننافس، واحنا عايزين البطولات مش ننافس بس. ونكمل نوم بقى.